النهارده انا جاي اقول لك معلومه انت نفسك في ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بكل صحه وخير وسعاده. ايه 25 وايه 35 من سامسونج، دي الموبايلات اللي سامسونج بتراهن عليها، بتدي فيها افضل خدمه ما بعد البيع، وبتدي لك موبايلات بامكانيات قويه من براند قوي ويقدر يعيش معاك فتره طويله. وسلسله الايه مش محتاجه ان احنا نتكلم عليها كسلسله او سيريس من سامسونج، ولكن خليني اقول لك الاختلافات اللي بين التليفونين واقول لك رايي تتوجه لمين فيهم هيكون افضل. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، فعل زرار الجرس ويلا بينا. الموبايلين بيجوا بلغه التصميم اللي معروفه عن سامسونج، اللي هي موجوده في الفلاج شيب وفي اجهزه الفئه المتوسطه، ودي حاجه كويسه لان سامسونج هنا بتخليك تشيل موبايل مقارب جدا للفلاج شيب بتاعها ال 24 بلس اللي بيكون بنفس التصميم الا بعض الاختلافات البسيطه في الفينش، مع تصميم بوكسي بفريم مشابه للألمنيوم رغم ان الفريم بلاستيك. واول اختلاف هنا هتلاحظه هو اختلاف وزن التليفونين، فالاي 35 بيجي بوزن ازيد حوالي 10 جرام، وده راجع لان الشاشه هنا بيكون فيها 1/10 زياده للاي 35 اللي بتكون شاشته 6.6 ومن نوع سوبر اموليد 120 هرتز ريفريش ريت 1000 شمعة إضاءة. الشاشتين بيدوك أداء كويس جدا في مشاهدة المحتوى أو في الألعاب أو في الاستخدام العادي وتحت إضاءة الشمس كمان. اول اختلاف هتلاحظه لما تبص في الموبايلين هو النوتش هنا جاي بانش هول بالنسبه للاي 25 وجاي دوت في الاي 35، فطبعا الاي 35 لازم يكون مميز شويه او بريميوم سنه عشان طبعا في فرق في السعر. حواف الشاشه تقريبا في الموبايلين واحده، ولكن الحافه السفليه في الاي 25 هتكون اعرض شويه، وهتلاقي ان الاي 25 محافظ على مدخل التلاتة ونص، ولكن الاي 35 بيجي بمدخل تايب سي فقط. المعالج هنا في الاي 25 هو اكزينوس 1280 معالج 5 نانومتر، اما في الاي 35 فهو اكزينوس 1380 برضه 5 نانومتر، وبتاخد ذاكره هنا 128 جيجا او 256 مع 8 جيجا رامات، وتقدر بسهوله تزود الذاكره الداخليه عن طريق انك تضيف كارت ذاكره، ولكن بتستغنى عن شريحه من الاثنين. الكاميرات في الموبايلين واحده، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.8، وعندك كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل ودي علشان الالترا وايد، والكاميرا الاخيره 2 ميجا بكسل علشان الماكرو في الاي 25 و5 ميجا بكسل برضو علشان الماكرو. اما كاميرا السيلفي في الموبايلين واحده 13 ميجا بكسل، ولكن الفرق هنا انك تقدر تصور فيديو 4K بالاي 35 بالكاميرا الاماميه، والاتنين فيهم مثبت الكتروني في تصوير الفيديو. الصور ادائها كويس في الموبايلين، ولكن لاحظت ان الاي 35 بيديك جوده في الصور افضل شويه، وده ممكن يكون راجع لان المعالج مختلف، فالمعالج هنا بيعالج الصور بشكل افضل شويه، فلما تتفرج على الصور هتحس ان الاي 35 بيديك جوده تصوير افضل، وده طبيعي لان اكيد في فرق فلوس في الموبايلين. طبعا الموبايلين بيدعموا ستيريو سبيكر، ومش هنتكلم عن اداء المستشعرات لان دي حاجه من سامسونج معروف بتكون مظبوطه ودقتها عاليه. عندك بصمه في الشاشه هنا في الاي 35 ادائها كويس جدا واستجابتها سريعه، وفي الاي 25 عندك بصمه جانبيه برضو قويه جدا، وبتاخد اندرويد 14 مع احدث واجهه لسامسونج وان يو اي 6.1. البطاريه في الموبايلين 5000 ملي امبير مع شحن سريع 25 واط. الموبايلين دول يعتبروا من افضل هواتف الفئه المتوسطه، ومش بس بقصه الامكانيات، هنا بتاخد سوفت وير من افضل السوفت وير للاندرويد، وكمان بتاخد احدث واجهه لسامسونج 6.1. الموبايلين بيجوا باندرويد 14، وطبعا ضامن 4 سنين تحديث اندرويد مع تحديثات امنيه، وبتاخد كمان سنه 5 بيكون فيها تحديثات امنيه، ده غير طبعا خدمه ما بعد البيع اللي بتاخدها من سامسونج. ودي حاجه مهمه، لما تشتري موبايل لازم تكون بتفكر في خدمه ما بعد البيع، لان علاقتك بالشركه مش هتنقطع بمجرد انك اشتريت التليفون، انت محتاج منهم تحديثات، ولا قدر الله لو حصل اي حاجه لازم يكون في شركه قويه تتعامل معاها. وسامسونج طبعا تعتبر من اقوى الشركات اللي موجوده ومراكز الصيانه اللي موجوده. لو بتسالني عن رايي، لو انت عاوز جهاز اقرب للتكامل واقرب للفلاج شيب هيكون الاي 35 مناسب بالنسبه لك. لو انت عاوز جهاز بيزك يديك اداء قوي جدا برضه ولكن ما فيهوش شويه دلع، هتقلل 4000 جنيه من تكلفه ال 35 وهتجيب ال 25. وزي ما اتكلمنا الاختلافات مش قويه جدا، ولكن الاختلافات في شكل النوتش، في جزء صغير في الكاميرات، والبصمه اللي تحت الشاشه، يعني اختلافات تعتبر اختلافات ترفيهيه، ولكن سامسونج حبت ان هي هنا تخلي جهاز اقرب لانه يكون فلاج شيب، وجهاز تاني يكون على الهاي ميد رينج اللي هو الاي 25. فده راجع لك، لو انت مش فارق معاك ال 4000 جنيه طبعا هتدلع نفسك وهتجيب الاي 35، اما لو انت عاوز جهاز عملي او عاوز جهاز يكون قوي بالنسبه لك الاي 25 هيديك التجربه دي بشكل مميز وكويس جدا. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.